جينا كنددو بهذا الخرق السفير اللي اقترفته العمران واللي اقترفته الدائره ديال ولاد الطيب في شخص الاخوان اللي شراو الارض ديالهم من عند الناس اللي سناو لهم المستشارين والقيد ديال الجماعه. ولكن مع الاسف هاد الناس جابوا الفلوس ديالهم من برا وجاو باش يديروا استثمار في هاد البلاد وبضمانات ديال الملك البلاد اللي قال لهم يجيو يستثمروا في المغرب باش تكون عندهم الحقوق ديالهم ويكون كلشي مضمون. لكن مع الاسف كنظن بان هاد الناس خارج الركب، ما كيسمعوا لا الخطاب ديال الملك ولا الخطاب ديال اي واحد. فهاد الناس ما عرفوش الخطاب ديال الملك اش كيقول، فبالاحرى غادي يصمتوا المواطن البسيط المغلوب على امره. فاحنا جينا كنددو بهذا الخرق ودرنا وقفه احتجاجيه والبارح امام الدائره ديال ولاد الطيب، واليوم جينا للعمران وسنتجه الى ولايه فاس، ومازال التصعيد ديال الاحتجاج ديالنا مستمر الى هاد الناس ما خداوش الحق ديالهم وما تعوضوش وما خداوش داكشي اللي بغاو. فاحنا كنقولوا لهاد الناس بان راه الاعتصام غادي يكون، وغاد الناس مستعدين يمشيو للقصر الملكي يوصلوا النداء ديالهم ويوصلوا الصوص ديالهم لصاحب الجلاله. فصاحب الجلاله في الخطاب ديالو ديال المجلس النواب فراكم كلكم تصنتيو له، فقال لهم المواطنين كيجيو لعندي يتشكاو لي لان الناس ما قايمينش بالواجب ديالهم. لو كانوا هاد المسؤولين كيحلوا المشاكل ديال الناس ما يمكنش الناس يتعرضوا للملك في البلاد ويقولوا له اشنو خصنا، لان كاينين مسؤولين في البلاد اللي هما خصهم يحلوا المشاكل. ولكن مع الاسف لا حياه لمن تنادي. فهاد الناس شادين بنيهم، فإذا كنتو شادين بنيكم فاحنا غادي نحلوها لكم بالطريقه ديالنا. فاحنا كنوعدكم وكنقولوا لكم بان هاد الملف ديال هاد الناس فخصو يتحل في اقرب الاجال، والا غادي تكون العواقب ديالو وخيمه وانتم اللي غادي تتحملوا المسؤوليه ديالكم. والسلام عليكم. شركه العمران كنشوفوا كما كنشوفوا المصير ديال الساكنه والمساكن ديال اصحاب الارض. كما كنشوفوا العمران من بعد ما كتستولى او كتستحوذ العمران شركه العمران على الاراضي وعلى السكن، المصير ديالهم هو الحرق. كنشوفوا السلطات العموميه كيفاش حرقوا الناس وحرقوا الديور ديال السكان باش يخرجوهم من الديور ديالهم. انتم كتشوفوهم، هذا مثال حي بمدينه طنجه. كما كتشوفوا هي الصوره واضحه، الصوره واضحه كيفاش دارت الشركه ديال العمران مع السلطات العموميه، كيفاش حولوا السكن ديال المواطنين الى رماد. هانتوما كتشوفوا العافيه شاعله في السكن وفي الحوايج ديالهم وفي الشكاكر ديال التلاميذ داير صغار. علاش؟ باش يخويوهم الارض اللي هي كانت ملك ديالهم، شاوها بعرق كتافهم بالدم ديالهم، خدموا فيها بالليل وبالنهار باش يطوروا سكن لائق. لكن مع الاسف شركه العمران غتستحوذ على جميع الاراضي على فاس. قال لك كيعدموا قال لك دايرين كوب 22 كوب 22 كيغرسوا مليون شجره، والعمران كتدخل تعدم الملايين ديال الشجر. ماشي حشومه، هذا منكر، هذا كذوب، كتكذبوا على المواطنين. كوب 22 ها كوب 24 اجي تشوفوا كوب 28 ماشي غير 22. وحنا كنواصلوا الاحتجاج ديالنا، ودابا غادي نمشيو في مسيره على الاقدام الى حتى الولايه ان شاء الله. والديور ديالنا الديور ديالنا يكون اللي بغيناه يكون اللي بغيناه يكون اللي بغيناه يكون